في الجزء اللي فات من شرح اشهر المستويات الموجوده في الباك رومز، عرفنا 3 مستويات من الباك رومز يعتبروا ضمن المستويات المشهوره او المعروفه، زي المستوى 0 واللي بعض المواقع بتسميه بالمستوى التعليمي، واللي عرفنا ان هو اول واشهر مستوى معروف عن الباك رومز، وعرفنا برضه ان هو يعتبر مستوى امن من حيث ان مفيش اي كائنات غريبه موجوده فيه، وبعدها عرفنا المخارج بتاعه المستوى ده واللي فيه مخرج منهم هينقلك على المستوى اللي بعده على طول، وهو المستوى رقم 1 واللي بيتسمى بالمنطقه القابله للسكن، وعرفنا برضه المخلوقات اللي موجوده في المستوى ده زي الهاوندز والفيسلينجز والسكين ستيلرز اللي بيقدروا ان هم يستخدموا الجلد بتاع الضحايا بتوعهم عشان يقدروا يتنكروا في شكلهم. وعرفنا برضو ان في باب في المستوى ده هينقلك للمستوى اللي بعده على طول، وهو المستوى رقم 2 واللي لسه ما اتكلمناش عنه، وبعدها عرفتك على مستوى تاني خالص بعيد عن التسلسل الطبيعي بتاع المستويات دي، وهو ليفل فن او مستوى المرح، وعرفنا المخلوقات المرعبه اللي بتسكن في المستوى ده واللي بيتسموا بالبارتي جورز، واللي عرفنا ان هو بيحاولوا يقتلوك بطريقه خبيثه. وفي الفيديو ده هعرفك على 3 مستويات كمان من ضمن المستويات المشهوره الموجوده في الباك رومز. عايز اقول لك ان الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هيبقى زي ال3 اجزاء اللي قبله، فيديو كامل الدسم. فمبدئيا كده كل سنه وانت طيب بمناسبه شهر رمضان الكريم، وانصحك لو انت مش في وقت الصيام تجيب حاجه تاكلها او تشربها وانت بتتفرج، وكمان تلبس سماعتك عشان تقدر تندمج في الاجواء المرعبه بتاعت الفيديو ده، وطبعا ما تنساش تصلي على النبي قبل ما نبتدي ولا نبدا الفيديو. فلنفترض انك بطريقه ما قدرت تتجنب كل المخاطر اللي في المستوى رقم 1، وحالفك الحظ ولقيت الباب اللي هينقلك للمستوى اللي بعده على طول، بايب دريمز. على عكس معظم مستويات الباك رومز اللي هي عباره عن اوض وممرات، فالمره دي المستوى ده 95% منه عباره عن ممرات بس. بمجرد ما تدخل المستوى ده هتلاقي نفسك في مكان عباره عن ممرات طويله جدا من الحيطان الخرسانيه، وهتلاحظ ان في كميه مواسير كبيره مبطنه الحيطان دي، مواسير كبيره بيجري جواها بخار سخن بيتسبب في ان المستوى ده يعتبر من ضمن المستويات الخطيره انك تمشي فيها، بحيث لو بصينا على المكتوب هنا كده هنلاقيه بيقول ان المواسير اللي في المستوى ده بتتسبب في ان درجه الحراره توصل لدرجات مهوله بالنسبه للبشر، بحيث انها ممكن توصل ل 93 درجه مئويه، او ممكن توصل لاكتر من كده بكتير، بحيث انها بتكون درجه حراره كافيه انها تتسبب في غليان اي شخص موجود في المستوى ده. لو ركزنا في الحيطان والسقف والارضيه بتاعه المستوى ده هنلاحظ ان فيهم تشققات كتير، وكمان في اعفان متكونه عليهم، وعشان كده هتلاحظ دايما ان الريحه في المكان ده تعتبر مش لطيفه خالص. وحاجه كمان عايز اعرفها لك، وهي اني قريت ان ممكن تلاقي صراصير وفئران موجوده في بعض الاماكن في المستوى ده، بس ما ينصحش خالص انك تاكلهم غير لو انت هتعرف تحضرهم او تسويهم ازاي كويس، وده بيرجع لان الفئران او الصراصير دي ممكن تكون متصابه باي نوع من الامراض اللي ممكن تسبب في موتك. وقبل ما تسالني ايه اللي هيخلي حد ياكل فئران وصراصير، فالاجابه بكل بساطه هي انك حاليا محبوس في مكان ما بيخضعش للقوانين الفيزيائيه المعروفه، يعني باختصار خالص ما تعرفش انت هتخرج من هنا امتى ولا ازاي، فلازم يكون معاك اي اكل او ميه عشان تقدر تعيش في المكان ده اكبر وقت ممكن. وبما اني جبت لك سيره الميه، عايز اقول لك ان مكتوب هنا ان على الرغم من ان الرطوبه في المكان ده تعتبر عاليه، الا ان نادرا انك تلاقي بيرك ميه متكونه في المستوى ده، ولو فعلا لقيت بيرك ميه بلاش تحاول تشرب منها الا لو مفيش معاك اي مصدر ميه خالص غير البيرك اللي على الارض دي. واعتقد ان السبب في الكلام ده راجع للعفن اللي متكون على الارضيه بتاعه المستوى ده، اللي ممكن تلوث الميه وبالتالي تضرك انت. او ممكن نفكر بطريقه اعمق شويه، فاكر الكائن اللي قدامك ده عباره عن كائن غريب ومرعب. بعض المواقع اللي بتتكلم عن الباك رومز بتقول ان هو بيقدر يحول جسمه لسائل على الارض، عشان بمجرد انك تقرب للسائل اللي موجود على الارض ده تقع في الفخ بتاعه ده ويقدر يموتك بسهوله. واظن ان انتوا عرفتوا عنه معلومات بشكل كافي في الجزء اللي فات، بس صراحه الاعتقاد ده يعتبر غلط خالص لو ان الكائن ده اصلا مش موجود في المستوى ده. الاضاءه في المستوى ده تعتبر مش ثابته في كل الاماكن، بحيث انك هتلاقي ان في اجزاء من المستوى ده او بالتحديد من ممرات المستوى ده ما فيهاش اي ضوء خالص، وده اللي هيعرضك لموقف مش لطيف خالص زي ما هتعرف كمان شويه كده. وبرضه هتلاقي ان في اجزاء تانية من ممرات المستوى ده بيبقى فيها ضوء عادي جدا، وغالبا بتبقى كشافات او لمبات فلورسنت عاديه منوره المكان ده. وعايز اقول لك خليك فاكر جزئيه الضوء دي كويس عشان هجيب لك سيرتها كمان شويه كده. المهم لو بصينا على المكتوب هنا كده هتلاقيه بيقول لك ان المستوى رقم 2 ده يعتبر اخطر بكتير من المستوى رقم 1، وده بسبب الحاجات اللي قلت لك عليها من شويه دي، زي درجات الحراره اللي مصدرها البخار اللي بيجري في الانابيب، والاعفان المنتشره على الحيطه والارضيه بتاعه المستوى ده، بالاضافه كمان للمخلوقات المرعبه اللي عايشين في المستوى ده. واللي مكتوب هنا انك لو حصلت لك الصدفه السعيده دي وقابلت اي كائن من الكائنات الموجوده في المستوى ده، فلازم تاخد قرار سريع بانك تجري باقصى ما عندك من سرعه، لان حرفيا الكائنات الموجوده في المستوى ده تعتبر عدائيه بشكل مرعب، واي مخلوق بشري بيبقى موجود بالقرب منهم مش هيسيبوه غير لما يقضوا عليه تماما. ده طبعا غير ان المستوى ده نادرا انك تلاقي فيه اوض تقدر تستخبى فيها، وده هيجبرك انك تجري في الممرات الطويله بتاعه المستوى ده، وبالتالي انت هتعتبر عرضه للموت بنسبه اكبر من اي مستوى تاني.
وبما اني جبت لك سيره المخلوقات المرعبه فده هيخلينا ننتقل للجزئيه اللي كلنا بنحب نعرفها، وهي ايه هي نوعيه المخلوقات المرعبه اللي موجوده في المستوى ده. بص يا سيدي، مبدئيا كده المستوى ده بيعيش فيه مخلوقات معينه عرفتك عليهم قبل كده، وهم الفيسلينجز، ودول عباره عن مخلوقات شبه بشريه ليهم وش يعتبر ممسوح تماما، والبالغين منهم بيفضلوا ان هم بيبعدوا عن المشاكل مع البشر، ودايما هتلاقيهم قاعدين في حالهم بعيد عنك خالص. بس الاطفال منهم هم اللي بيشكلوا تهديد لحياه البشر بسبب العدوانيه الشديده تجاههم. وهنلاقي برضو الهاوندز، ودول عباره عن مخلوقات شبه بشريه بس حرفيا بيتصرفوا زي الكلاب بالظبط، وشوشهم مرعبه وبيمتلكوا شعر اسود طويل بيغطي وشهم وبقهم اللي فيه اسنان حاده قادره انها تقطع جسمك كله حته حته، وحرفيا يعتبروا من ضمن اكتر المخلوقات المرعبه والعدائيه الموجوده في الباك رومز. وكمان من ضمن المخلوقات الموجوده في المستوى ده هما السمايلرز. فاكر لما قلت لك من شويه ان المستوى ده في مناطق في بعض الممرات بتاعته ما فيهاش اي اضاءه خالص؟ تعالى ما اعرفك انا قلت لك ليه كده. زي ما احنا كلنا عارفين ان السمايلرز دول عباره عن كائنات مرعبه بتعيش في الضلمه، حرفيا هم وكانهم بيتاخدوا الضلمه اجسام ليهم، بحيث ان اشكالهم بتبقى عباره عن عينين وابتسامه كبيره شكلها مرعب بتبقى باينه في الضلمه وبتلمع. وعشان كده الممرات المظلمه في المستوى ده تعتبر هي الاماكن اللي السمايلرز دول بيعيشوا فيها، وهتعتبر من الاماكن اللي خطورتها اعلى بكتير من الممرات المنوره. بس استنى، مكتوب هنا ان في كمان كائن غريب موجود في المستوى ده، كائن معرفتكوش عليه قبل كده، وهم السكراتشرز، ودول عباره عن مخلوقات غريبه، مخلوقات طويله ورفيعه وليهم اطراف مشوهه. حرفيا المخلوقات الغريبه دي متواجده بشكل حصري بس في المستوى رقم 1 والمستوى رقم 2. المخلوقات الغريبه دي هتلاقيها غالبا بتتجول في الممرات بتاعت المستويين دول، وهتلاحظ ان اطرافهم شكلها غريب ومشوه، بعضهم هتلاقي ان ايديه مشوهه والبعض التاني هتلاقي ان ايديه اصلا مش موجوده، بس الحاجه اللي كلهم مشتركين فيها هي المخالب الكبيره بتاعتهم. حرفيا المخلوقات دي بتمتلك مخالب كبيره وحاده، مخالب كفيله انها تقطعك لنصين اتنين بكل سهوله، ودايما هتلاقي اثار المخالب بتاعتهم دي على هيئه خدوش على المواسير او الارضيه بتاعت المستوى اللي هما بيتجولوا فيه. لو ركزت كويس على وشوشهم هتلاقي انها ما فيهاش عيون خالص، بس على الرغم من كده الا انهم بيقدروا يحددوا مكانك بكل سهوله لو انت موجود حواليهم، وفي اعتقاد بيقول ان هما بيقدروا يحسوا بوجودك عن طريق المخالب المميزه بتاعتهم دي. ده غير كمان ان حاسه السمع عندهم تعتبر قويه لدرجه ان هما بيقدروا يميزوا اي صوت موجود حواليهم. طب هي المخلوقات الغريبه دي بتقدر تضر البشر ازاي؟ وبصيغه تانيه احسن بكتير، ايه هي طريقه المخلوقات دي في افتراس البشر؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده لازم تكون عارف ان المخلوقات المشوهه دي بتتعامل مع المخالب بتاعتها على انها هي العامل اللي هيحدد هل هم جاهزين للقتل دلوقتي ولا لا. يعني لو المخالب بتاعتهم دي مش حاده بما فيه الكفايه فهم مش هيتسببوا في اي هجوم خالص على البشر الموجودين حواليهم، وبيبقوا بس مشغولين في ان هم يسنوا المخالب بتاعتهم دي لدرجه ان هم ممكن يسيبوك تعدي من جنبهم عادي جدا وما يحاولوش يضروك باي طريقه. بس بمجرد ما عمليه سن المخالب بتاعتهم دي تنتهي ومخالبهم تكون حاده بطريقه مرعبه هيبداوا يخشوا في مراحل متتاليه، وغالبا يا اما هتموت فيها بطريقه بشعه او هتقدر تنجو بحياتك. المرحلة الأولى، السكون. بمجرد ما المخالب تجهز هيبدأ المخلوق ده في ان هو يقف مكانه ويوجه وشه للأرض، وبمجرد انك تبص على المخلوق ده او انك تعمل صوت بالقرب منه فانت كده تعتبر نشطت الكيان ده، وهيبدأ ينتقل للمرحلة اللي بعد كده، الدوريات. هيبدأ الكيان انه يتحرك من مكانه ويتجول ويدور في المنطقة اللي سمع منها الصوت ده او حاسس ان في حد بيبص له منها، هو مش عارف لسه الهدف بتاعه، انما هو حاليا بيدور عليه، او بالتحديد بيدور عليك انت. وطول ما هو ماشي هتلاحظ ان هو بيجر المخالب بتاعته على الارض او المواسير، وده هيتسبب في عمل خدوش عليها، وعشان كده المخلوق اتسمى بالاسم بتاعه ده. وبمجرد ما المخلوق يحدد مكانك بالظبط هينتقل للمرحله الثالثه واللي هيتحدد فيها هل هتموت ولا هتعيش، الهجوم. دلوقتي المخلوق هيبدا يوجه تحركه عليك انت بما انك خلاص بقيت الهدف بتاعه، ومجرد ما يوصل لك هيستخدم المخالب الحاده دي في ان هو يهاجمك وهيقطع بيها جزء من لحمك، ومش كده وبس، ده بيضربك في اضعف الاماكن الموجوده في جسمك عشان يقدر يقضي عليك بسرعه، وبعد كده هيبدا يمتص الجثه بتاعتك عشان غالبا يخش على المرحله الاخيره، السبات. مرحله السبات دي تعتبر من المراحل النادره واللي بيحصل فيها ان الكيان بيفضل في حاله سبات لمده ساعات، حرفيا مفيش اي مؤثرات خارجيه بتقدر تاثر عليه في الفتره دي. بيفكرني بفتره الجموح او الراحه بتاعه الخلايا العصبيه، بحيث انها في الفتره دي مش بتستجيب لاي مؤثر خارجي مهما كانت قوته. المهم، في حاجه كمان عايز اعرفها لك، وهي ان المخلوقات دي بتحب المنافسه الشريفه، فلو بصينا على مكتوب هنا كده هتلاقيه بيقول لك ان المخلوقات دي بتتميز بالصبر، ومش هيحاولوا يهجموا على الفريسه بتاعتهم اللي هو انت. يعني لو انت مثلا كنت تعبت من كتر الجري وحاسس خلاص انك بقيت مجهد ومش قادر تتحرك، او مثلا لو كنت خلاص قربت من المخرج بتاع المستوى ده، او مثلا لو برضو كان في مخلوق تاني خالص بيلاحقك، في الحالات اللي انا قلتها لك دي المخلوق ده مش هيحاول يهاجمك باي طريقه خالص، انما هيسيبك وخلاص. وده بيفهمنا ان على الرغم من ان المخلوقات دي مرعبه في طريقه هجومهم عليك، الا ان هم مش بيحاولوا يقطعوا رزق حد، فلو في مخلوق بيجري وراك هيسيبك ليه ومش هيحاول ياخدك منه. تعالوا بقى ننتقل لاخر جزئيه محتاج تعرفها عن المستوى ده، وهي ازاي تخرج من المستوى ده. بص يا سيدي، طول ما انت ماشي في ممرات المستوى المظلمه والمتعفنه دي غالبا هتلاقي بعض الممرات الجانبيه اللي بتوصلك لابواب، بعض الابواب دي هتكون مقفوله والبعض التاني هتلاقيه مفتوح بس بيوصلك لنهايه مسدوده. بس لو الحظ حالفك في الوقت ده ساعتها هتلاقي نوعين من المخارج،
المخرج الاول هيبقى عباره عن باب من الابواب بتاعه المستوى ده، بس هيكون متميز عن باقي الابواب بانك هتلاقي عليه علامه مخرج الحريق، ولو دخلت منه هتلاقي نفسك اتنقلت من المستوى رقم 2 للمستوى رقم 3. وبالنسبه للمخرج الثاني فعلى حسب الموقع اللي قدامكم ده فالمخرج هيكون عباره عن اسانسير، لو استخدمت الاسانسير ده حرفيا هيعمل سكيب للمستوى رقم 3 وهينقلك لمستوى بيعاني من تغيرات مناخيه عنيفه وهو المستوى رقم 4. فلنفترض وانت في رحله هروبك من احد الكائنات المرعبه الموجوده في المستوى رقم 2 صادفت باب بمظهر مميز عليه علامه مخرج الحريق، فبسرعه دخلت الباب ده عشان ينقذ حياتك من المستوى رقم 2 اللي يعتبر من المستويات الضيقه وينقلك لمستوى تاني يعتبر واحد من ضمن اكبر المستويات الموجوده في الباك رومز. المستوى رقم 3 مستوى مليان اوض وممرات منوره ومظلمه، ممرات واسعه وممرات ضيقه جدا، وملايين من الاوض المترتبه ترتيب عشوائي وكانها حرفيا متاهه غير متناهيه ومتاهه ملهاش نهايه. اظن كده ان الوصف اللي انتوا سمعتوه ده فكركم باول مستوى موجود في الباك رومز وهو المستوى 0 واللي برضه كان مليان ممرات واوض مترتبه ترتيب عشوائي. لو تفتكروا من شويه لما كنا في المستوى رقم 2 كنا بنلاحظ ان في مواسير مبطنه الحيطان بتاعه المستوى، وبسبب الابخره اللي كانت جوه المواسير دي فدرجات الحراره في بعض المناطق كانت ممكن تكون درجات مميته للبشر. وعلى نفس السياق ده فالمستوى رقم 3 هتحس ان هو عباره عن نسخه اكبر ومتطوره من المستوى رقم 2، لانك هتلاحظ برضه ان في مواسير مبطنه بعض الحيطان بتاعه المستوى ده، بس المره دي مش بيجري جواها ابخره انما ده بعضها بيجري جواها ميه والبعض التاني بيكون جواها بنزين، وبالتالي درجات الحراره الموجوده هنا تعتبر امن بكتير من المستوى رقم 2. بس المره دي درجات الحراره اللي هنا سببها مش المواسير اللي في المستوى ده انما سببها هي كميه الالات والاجهزه الكهربيه اللي هتلاقيها منتشره في كل مكان في المستوى ده. حرفيا وانت ماشي في المستوى ده دايما هتلاقي انك سامع صوت الالات والاجهزه الكهربيه دي شغاله، الات واجهزه كهربيه منتشره في كل مكان ومش معروف ايه الهدف من وجودهم بالظبط، هل ليهم دور في تشغيل حاجه موجوده بره المستوى ده ولا ليهم دور تاني خالص يخص المستوى ده بالتحديد؟ دي تعتبر من الاسئله اللي مش معروف اجابتها لحد النهارده، بس بسبب كميه الالات الموجوده دي المستوى اكتسب الاسم بتاعه ده وهو محطه الكهرباء. من الحاجات المميزة اللي هتلاقيها منتشرة في المستوى ده وهي انك هتلاقي ممرات مقفولة بوسط حواجز حديدية بيغزوها الصدأ. حرفيا في البداية ممكن تفكر انها مجرد حواجز حديدية عادية، بس اللي انت متعرفوش ان الحواجز دي غالبا ليها تأثيرات غريبة على البشر، بحيث ان في متجولين كتير في الباك رومز ابلغوا ان هم لما بيبصوا على الحواجز دي بيحسوا بشعور غريب، شعور بالخوف والقلق وكأن في حد بيراقبهم من ورا الحواجز دي، وبعضهم قالوا ان هم شافوا كائنات غريبة واقفين ورا الحواجز دي، والاغرب من كده كمان انك ما تقدرش تشيل الحواجز دي ولا حتى الحيطة اللي الحواجز دي ممسوكة فيها. حرفيا لو انت لقيت الحواجز دي سد الممر اللي انت ماشي فيه خد بعضك ولف وارجع تاني، لانك حرفيا مهما عملت مش هتقدر تكسر الحواجز دي. طب تعالوا ننتقل للجزئيه المهمه اللي بعد كده وهي ايه نوعيه الوحوش الموجوده في المستوى ده، او بصيغه تانيه احسن بكتير ايه المخاطر اللي هتلاقيها في المستوى ده. بص يا سيدي، فاكر المواسير اللي قلت لك انك هتلاقي بعضها مبطن الحيطان بتاعت المستوى رقم 3؟ وفاكر برضو لما قلت لك ان بعضها جواه ميه او بنزين؟ في بقى نوع ثالث من المواد السامه بيجري جوه المواسير دي، مواد كيميائيه سامه لونها اسود. حرفيا لو واحده من المواسير دي انكسرت بالقرب منك هيحصل لك حاجه من اتنين، يا اما الماده السامه دي هتيجي عليك وتسبب لك حروق في جلدك، يا اما هتستنشق الابخره اللي خارجه من المواد دي وساعتها هتسبب لك تلف في الجهاز العصبي بتاعك وبالتالي ده هيسبب لك الموت. وبالنسبه للكائنات الغريبه والمرعبه اللي موجوده في المستوى ده فهتلاقي ان المستوى ده بينتشر فيه انواع كتير من المخلوقات المرعبه اللي انت عارفها زي الهاوندز والفيسلينكس والسكين ستيلرز والدولرز. وتلاحظ برضو ان المناطق اللي فيها رطوبه عاليه في المستوى ده بينتشر فيها نوع غريب من الفطريات بيتسموا بالكرولرز، وده عباره عن نوع غريب ومش معروف من الفطريات، حرفيا تعتبر عدائيه جدا للبشر، بحيث ان لو حصل واتصبت بالفطريات دي فهتبدا تتغذى عليك تدريجيا بسرعه كبيره، وهتلاقي ان جسمك بدا يظهر عليه بقع بيضاء منتشره في كل مكان عشان ينتهي بيك المطاف انك تموت في الاخر. وعشان تتجنب الالم والمعاناه بتاعه الفطريات دي في حل واحد بس وهو انك تتقتل. مكتوب هنا ان الفطريات دي ملهاش علاج لحد النهارده، ده غير كمان ان اول ناس اتصابت بالفطريات دي تم قتلهم على طول عشان ما ينقلوش العدوى للباقي، وعشان كده بيتم عزل الاشخاص المصابين بسرعه، وممكن بيتم قتلهم بعد كده عشان يقللوا من انتشار العدوى بتاعه الفطريات دي. واخر حاجه محتاج تعرفها عن المستوى ده وهي المخارج بتاعته، عشان تقدر تخرج من المحطه الكهربائيه الغريبه دي اللي مش بتخضع للقوانين الفيزيائيه المعروفه قدامك حل من اتنين، يا اما بالصدفه وانت ماشي تلاقي اسانسير وساعتها الاسانسير ده يا اما هينقلك للمستوى رقم 4 او هينقلك للمستوى رقم 5. وبالنسبه للمخرج الثاني فعلى حسب الموقع اللي قدامكم ده فالمخرج هيبقى عباره عن انك تلاقي بالصدفه ممر طويل في المستوى ده تكون الاضاءه فيه مظلمه شويه، ولو فضلت ماشي ومكمل فيه احتمال انك فجاه تلاقي ان درجه الحراره بدات تقل بطريقه ملحوظه والجو من حواليك بدا يتلج، وده معناه انك حاليا خرجت بنجاح من المستوى رقم 3 واتنقلت لمستوى تاني درجه حرارته بتوصل لسالب 273 درجه مئويه وهو المستوى 273.
بعد معاناتك من الهروب من المخلوقات المرعبه والمشوهه اللي عايزه تقضي عليك باكتر الطرق بشاعه، وبعد معاناتك انك تدور على مخرج من المستويات المرعبه والمظلمه اللي انت كنت فيها، اخيرا لقيت باب مكتوب عليه ان هو المخرج عشان تفتحه وتلاقي نفسك جوه مكان نقدر نوصفه ان هو عباره عن مكتبه ضخمه ولا متناهيه. بس فجاه عينك لمحت كلمه مكتوبه في وسط المكان ده: النهايه. انفاسك ودقات قلبك هتبدا تتسارع بطريقه هستيريه من الفرحه اللي انت حاسس بيها في الوقت ده. هتبدا تفتكر الايام والشهور او السنين اللي ضاعت من حياتك في محاوله الخروج من العالم المرعب اللي انت فيه ده، وهتبدا الابتسامه تترسم على وشك وتقول في نفسك: اخيرا الكابوس اللي انا فيه ده هينتهي للابد. بس استنى، ما تتخدعش، انت هنا موجود في الباك رومز، عالم مشوه مش بيخضع للقوانين الفيزيائيه المعروفه، وده معناه انك لما تلاقي باب مكتوب عليه ان هو المخرج او تلاقي مستوى مكتوب عليه فيه ان هو النهايه، انك ما تتسرعش في انك تصدق الكلام ده. مستوى النهايه، او برضه اللي بيتصف بالمستوى الفخ، حرفيا مستوى موجود خصيصا عشان يخدع ويحبط اي متجول في الباك رومز يوصل للمكان ده. من النظره الاولى للمستوى اللي قدامك ده هتلاحظ انك موجود جوه مكتبه عملاقه مليانه ارفف فاضيه غالبا متوزعه في كل مكان، وكل ما تبص بعينك في حته عشان تشوف النهايه للمكتبه دي مش هتلاقي ليها نهايه خالص، وده لانها عباره عن مكتبه لا متناهيه. وعلى عكس باقي المستويات اللي دايما بتكون سامع فيها اصوات شغاله باستمرار زي صوت ازيز لمبات الفلوريسنت او الالات الكهربائيه او الابخره اللي بتجري جوه الانابيب، فالمستوى ده حرفيا بيسوده الصمت القاتل. الهدوء في المكان ده شديد بطريقه تكاد تكون غريبه ومرعبه. لو ركزنا كويس على الموجود في نص المستوى ده هنلاقي ان في ترابيزه موجود عليها كمبيوتر، وانصحك تفضل واقف جنب الكمبيوتر ده وما تتحركش في اي مكان خالص لسبب هتعرفه كمان شويه كده. ومن ضمن الحاجات الغريبه والمرعبه اللي موجوده في المستوى ده انك لو حاولت تتجول في المكتبه المرعبه دي وتكتشف الاماكن الموجوده فيها بنسبه 100% هتتوه ومش هتعرف ترجع لمكانك تاني، وده لان المستوى الغريب ده بيمتلك خاصيه مرعبه، وهي ان هو بيقدر يغير الطرق بتاعته ويخليك تلف حوالين نفسك. وده معناه انك لو حاولت تمشي في اتجاه معين وبعدها حاولت ترجع مكانك تاني من نفس الاتجاه ده هتلاقي ان الطريق اللي انت جيت منه مش هو نفسه، وبالتالي انت رسميا تعتبر تهت في المكان الصامت ده. وعشان كده نصحتك تفضل واقف جنب الكمبيوتر اللي انت هتلاقيه موجود في نص المستوى ده. وده يخلينا نسال سؤال مهم جدا، وهو اذا كان التحرك في المستوى ده والوصول لمكان معين يعتبر شبه مستحيل، امال هقدر اخرج من المكان المرعب ده ازاي؟ عشان اقدر اجاوبك على السؤال ده هضطر اجاوبك على سؤال تاني انت ما سالتوش لسه، وهو ايه هي لازمه الكمبيوتر اللي انا واقف جنبه ده؟ بص يا سيدي، الكمبيوتر الغريب اللي انت واقف جنبه ده اللي انت ما تعرفش هو بيعمل ايه هنا قد يكون هو الفرصه الوحيده انك تخرج من المكان الغريب ده وتنتقل لمكان اغرب منه، بحيث انك لو فتحت الكمبيوتر ده هتلاقي ان في ملف عليه باسم h97run.exe، وبمجرد ما تشغل الملف ده هتلاقي نفسك فجأة اتنقلت لشبكة أنفاق ضخمة مليانة أبواب في كل حتة، أبواب مكتوب عليها أرقام تقدر تنقلك لأي مستوى موجود في الباك رومز. أنت دلوقتي وصلت للهب، وخلي الكلام على المستوى ده في حلقة تانية مش دلوقتي. المهم هيجي في بالك سؤال تاني مهم جدا، وهو طب ايه اللي هيحصل لو انا توت في المستوى ده؟ هل هقدر اخرج منه ولا انا خلاص كده يعتبر مت خلاص في المتاهه دي؟ بص يا سيدي، لو انت توت في المستوى الغريب ده يا اما حظك هيكون حلو يا اما هيكون وحش. بالنسبه للحظ الحلو فعلى حسب اللي مكتوب هنا كده، لو انت فضلت موجود في المستوى ده لفتره من الزمن هتلاقي نفسك فجاه اتنقلت لمستوى عشوائي. ولو سالتني ايه الحظ الحلو في كده يعني هقول لك حظك حلو لانك خرجت حي من المكان الغريب ده، لان لو حظك وحش فهتلاقي فجاه الاضاءه بتاعت المكان ده انطفت والمكان بقى ضلمه وهادي بطريقه ارعب من الاول. ولو قرينا اللي مكتوب هنا كده هنلاقيه بيقول ان الاضاءه هتفضل مطفيه لمده كذا ساعه، وبعد ما ده هيحصل هتسمع صوت همس جاي من ناحيه معينه بيقول لك تعالى هنا المكان امن. وبعدها بيقول لو انت سمعت صوت الهمس ده امشي في الاتجاه المعاكس على طول واوعى تروح لمصدر الصوت ده، لان مش معروف لحد النهارده ايه اللي هيحصل لك لو انت مشيت ورا الصوت ده. وعشان كده بفضل شخصيا انك تنتقل عن طريق الكمبيوتر للهب، ومن هناك تقدر تنتقل لاي ليفل تاني موجود في الباك رومز، لان بالنسبه لي شخصيا ده يعتبر احسن بكتير من انك تفضل موجود في المستوى الهادي والغريب والمرعب ده. دول كانوا الثلاث مستويات اللي حبيت اعرفك عليهم في الجزء ده من سلسله الباك رومز من نوعيه شرح اشهر المستويات المعروفه. ما تنساش تصلي على النبي، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. وفي النهايه احب اقول لك خلي بالك من نفسك، وخلي بالك من الاماكن اللي انت بتقف فيها، لان ممكن بكل بساطه تقف في مكان غلط ويحصل لك النو كليب وينتهي بيك المطاف وحيد ومستني موتك في الباك رومز.